عاوزك تتخيل انك شغال فرد امن في كومباوند من بتاع الناس الاغنياء قوي، وقاعد في نهار رمضان ماسك المصحف وبتقرا قران قبل الفطار. فيدخل واحد من ملاك الكومباوند يخش يركن عربيته في مكان غلط، فانت بتقول له يا فندم بعد اذنك هنا ممنوع الركنه، بس كده عينك ما تشوف الا النور. بعدها تلاقي الراجل ده اتحول لوحش، يمسك الكراسي ويبدا يكسرها، وبعدين يبدا يتهجم عليك، يديك بالاقلام على وشك، وبعدين ما يسكتش فيديك بالرجل في مكان حساس. ولما حد من الجيران يشوف المشهد ده فتصعب عليه فيخرج علشان يدافع عنك او يقول كلمة حق ويحاول يهدي الراجل، هتلاقي الراجل بيشتمه هو كمان، وبنته اللي كانت بتصور الواقعة بتتشتم هي كمان. انت هيجي على بالك كمشاهد يكون شغال ايه، او تفتكر ايه اللي يخليه يوصل لمرحله زي دي؟ مش مهم، لان انا مش مهتم اعرف ايه اللي وصله لكده. انا كل اللي يهمني ان فعلا حوادث الناس الاغنياء اللي عايشين في كومباوندات كتيره جدا، والحوادث بتاعتهم دايما غريبه. انا نفسي اتعرضت لموقف زي ده مع حد من الاشخاص اللي زي دول، وفعلا نوع الخناقه بتاعتهم غريبه. نوع الخناقه مش طبيعيه، ان حد اول ما يجي يتخانق معاك اول حاجه يعملها يحط صباعه في عينك، حاولة منه انه يخرم عينك. فالحمد لله ان انا كنت بحاول ارد له اللي هو بيعمله بالظبط. كتر جنونه دور عربيته كان بيحاول يدهسني. نرجع للحادثه تاني. الشخص اللي عمل كده للاسف طلع شخص مسيحي اسمه معتز حنا، عنده مصنع بتاع مجمدات ولحوم وحاجات من هذا القبيل، بتاعة الفئات العالية، او ممكن نقول بتاع الطبقات اللي تعتبر راقية وهي مش راقية. فاحنا كل اللي بنتمناه بس الموضوع بكل بساطة ان هو بس يتحاسب زيه زي اي حد كان ماشي في الشارع وعمل نفس اللي عمله، وما يتحطش في الاعتبار هو شغال ايه او وظيفته ايه او يعرف مين. بنتمنى ان احنا نشوفها، بس ان فرد الامن حقه يرجع له. وبعد كده الموضوع ما ينفعش يخلص تصالح، لان الشخص اللي من النوعيه دي اكيد عمل كده كتير قوي مع ناس كتير قوي، بس الكاميرات ما صورتهوش. ده كان ستر ربنا لما اترفع من عليه. فبنتمنى ان هو يتحاسب ويتحاكم محاكمه عادله وطبيعيه. ولو هو اتصالح مع فرد الامن بما انه راجل غلبان، وممكن لو اتحط له اي مبلغ فلوس مع ناس كبيره اتدخلت وحاولوا يحلوا الموضوع هيحلوه، انا بتمنى ان حق الدوله ما يروحش، لان الشخص اللي من النوعيه دي كانه بيقول انا مش هاممني حد. لازم يعرف هو واللي زيه ان مفيش حد فوق القانون.